لو سمعت صوت خطوات ورا باب اوضتك دلوقتي وانت متأكد انك قافل كل الابواب ومفيش حد معاك في البيت، هتعمل ايه؟ القصة اللي جاية مش فيلم، دي حكاية اتقالت عن شقة مسكونة في القاهرة، واللي دخلها مرة فضل يسمع نفس الأصوات دي لحد ما اختفى. لو قلبك جامد كمل معايا، بس لو مش قد الرعب اقفل الفيديو حالا. اوعى تنسى تعمل لايك واشتراك وتفعل الجرس عشان اللي جاي أخطر من اللي فات. ليلى بعد ما اتطلقت قررت تبدأ من جديد. لقيت إعلان عن شقة رخيصة في وسط القاهرة. العمارة شكلها قديم ومريب، بس هي ما كانش قدامها خيارات. أول ما دخلت الشقة حست بحاجة مش طبيعية، ريحة تراب قديم وهدوء يخوف. في أول ليلة وهي قاعدة ترتب حاجتها سمعت صوت باب بيتفتح فوقيها. استغربت، الشقة دي في آخر دور. رفعت راسها للسقف، سمعت خطوات تقيلة ماشية ببطء، وبعدين وقفت فجأة. تاني يوم وهي خارجة تشتري حاجات لقت ست عجوزة واقفة قصاد باب شقتها. الست بصت لها وقالت لها: انت سكنتي هنا؟ ربنا يستر عليكي، محدش بيطول هنا أكتر من كام يوم. الليلة التانية كانت أهدى، أو على الأقل افتكرت كده. الساعة 3 الفجر صحيت على صوت تكسير جاي من المطبخ. قامت تشوف في ايه، لقت كوباية متكسرة على الأرض ومية سايحة في الأرض. المشكلة إنها ما كانتش شربت مية أصلا. وهي راجعة من المطبخ لمحت طفلة صغيرة قاعدة في آخر الكوريدور، شعرها منكوش، لابسة فستان أبيض متوسخ، والبنت بتبص عليها من غير ما ترمش. ليلى حاولت تقنع نفسها إن اللي شافته مجرد وهم من التوتر، لكن الليلة التالتة أثبتت العكس. وهي نايمة صحيت على صوت همس جاي من آخر الأوضة. قامت تبص لقت البنت واقفة، المرة دي قريبة منها وبتبتسم ابتسامة غريبة. الصبح ليلى نزلت تدور على الجارة العجوز، سألتها: إيه حكاية الشقة دي؟ العجوز قالت لها: أنا قلتلك المكان ده ملعون، في بنت ماتت هنا من سنين ولسه مش سايبة البيت. بالليل حوالي الساعة 2 سمعت خبط جامد على باب شقتها. قامت وهي خايفة فتحت الباب، ما لقيتش حد، لكن وهي بتقفل شافت البنت واقفة عند السلم بتبص عليها من تحت شعرها. ليلى حاولت تنام لكن التليفون رن فجأة. لما ردت سمعت صوت بنت صغيرة بتضحك. ما كانش فيه أي رقم ظهر على الشاشة، بس الخط كان مفتوح. ليلى نامت بالعافية، بس شافت كابوس. حلمت إنها محبوسة جوه أوضة ضلمة والطفلة ماسكة إيدها ومش سايباها. صحيت مفزوعة، لقيت علامة مسكة إيد صغيرة فعلا على إيدها، ولما ولعت النور ما لقيتش حد. ليلى قررت تواجه، جابت مراية كبيرة من أوضة النوم وحطتها في الصالة. لما انعكست صورتها ظهرت الطفلة وراها بتضحك ضحكة شيطانية. المراية بدأت تتشقق وكل كسرة فيها بتوري وش الطفلة بيتحول لوش بشع ومخيف. ايد ليلى اتجرحت من الشظايا ودمها وقع على الأرض. ساعتها ظهرت كتابة غريبة بالدم: اللعبة لسه ما خلصتش. فجأة الطفلة ظهرت في نص الصالة وإيديها مليانة دمى مكسورة، وكل دمية فيها وش ليلى. ليلى صرخت وجريت ناحية الباب، بس الباب اتقفل لوحده. آخر حاجة شافتها قبل ما يغمى عليها كانت الطفلة بتقرب منها وبتقول بصوت مش صوتها: دلوقتي دورك يبدأ. وفجأة صوت خبط على باب بيتك انت. لو وصلت لحد هنا يبقى قلبك جامد. قولولنا في الكومنتات لو مكان ليلى هتواجه ولا هتهرب. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان اللي جاي أخطر.